كمل. أداة البين تول. أقول بس معلومة على شوية الحاجات اللي فاتت. فاكرين مثلا ما كنا بنرسم هناك أيام السلكشن، يعني لير كده جديد، أقول لك ارسمي كده وامليه خلاص. لو عاوزة ترسمي حاجة تانية بقول لك اعملي اللير جديد خلاص. لكن هنا أنا رسمت كده ورسمت كده، كل واحدة بتعمل لير جديد اوتوماتيك خلاص، ما دام انا مش قايل له ايه اد تو سيلكشن او اطرح او كده. الحاجة الثانية طبعا زي ما احنا عارفين ده الشيب بتاعنا، وده اللي احنا ده الشيب اللي هو الفيكتور، وده اللير العادي اللي هو الراستر اللي احنا رسمينه بالاداة العادية. تعالوا نشوف ده ما نكبره اللي يحصل وده ما نكبره اللي يحصل. وده طبعا مربع فمش هيبان في حاجة. تعالوا نعمل فيه ايه عشان يبان. تعالوا نرسم مثلا كنترول ايه ديليت. تعالوا نرسم حاجة زي كده ونملاها خلاص. تعالوا دي نكبرها، بص الحروف بتاعتها عملت ازاي، يبقى ده فيكتور. لكن ده اتكبرت صغري، يعني حتى ما نرسم بالبين تول كمان شوية كبري صغري ولا يحصل له اي حاجه ما دام عليها الايه الرمز بتاع الفيكتور. المهم تعالوا نتعلم الاداه البين تول. خلاص رايت كليك عليها يظهر لك الادوات اللي تحتها، نبدا ناخدهم واحده واحده. نبدا بالايه بالبين تول. نكمل. اول ما بتمسك الاداه خلاص بيظهر لك الشكل ده. الاداه دي زي ما قلنا بتشتغل عباره عن ايه، بنرسم مسارات ونبدأ نلون الايه المسارات دي بالالوان المختلفة او بتدرج من الالوان زي ما اتعلمنا الجريدينت في الفيلم. طيب تعالوا بقى نتعلم ازاي بترسم المسار ده. المسار مكون من نقط، والنقط ديت منها نقط حادة يعني شارب كده زي راس المثلث وراس المربع، او كيرفد زي الدايرة والكلام ده كله فيها منحنى يعني. تعالوا نتعلم نرسم النقط اللي هتوصل بين المسار ده. التكه كده تكه بالماوس خلاص عمل لك نقطه خلاص. طيب التكه كمان تكه عمل لك نقطه ثانيه وصل لك بينهم بايه، بخط. تعلم الاداه دي معانا عشان هناخدها في الافتر افكتس في اداه بنرسم بيها مسار. اوكي تاني يلا. ادي اداه البين تول، تكيت عليها تكيت كده خدت نقطة تمام. امشي اخد نقطة كمان واوصل لك بينهم بخط كده كده كده. بص عمال بيكون لك الايه الشكل بتاعي. اجي عند اول نقطة اللي بدأت منها يديكي زي ايه، شايفين دايرة صغيرة كده جنبه، دليل ان كنت بادئه من هنا فهتقفلي هنا. يبقى ده الشكل بتاعنا واتقفل خلاص. ممكن الونه بعد كده باي لون انا بحبه خلاص تمام. النقاط ديت ايه حاده ما فيهاش كيرف خلاص. تعالوا بقى نتعلم النقاط اللي فيها كيرف وفن الكيرف وفن ازاي نرسم بالكيرف خلاص. كنت زمان وده حال معظم الناس اللي هو برسم وبقى على حسب بقى يعني باذن الله ان شاء الله تطلع زي ما انا زي اللي موجوده. بفضل ارسم بشكل عشوائي وافضل اقرب من هنا واشد في النقطه دي واشد في دي واشد في بتاع دي لحد ما احاول اقرب. لكن انا عليكم ازاي ترسموها وتتخيلوا وانتوا بترسموا دي هتبقى طالعه عامله ازاي خلاص. تعالوا يلا. النقط الكيرفد ما بتترسمش بتكه واحده، بتترسم بتكه مع سحبه. في التكه وتسحبي ادراج. ازاي التكه ما سيبش الموصل بسحب. شايفين الخطين اللي طلعوا دول اللي اخرهم نقطه، الخطين دول هنستفاد منهم قوي بعد كده. تعالوا هعمل ده كده مثلا ولا احنا عارفين ايه اللي بنعمله اي حاجه. طب تعالوا كده. طب تعالوا ندي نقطه ثانيه مش هتكه بقى، مش هسحب، هتكه تكه عاديه. اوعى تكون واخده معاد غلط. لا المشكله دي اتغيرت في ساعه واحده. دي جت المره اللي فاتت غلط اساسا.
طيب هاتي الكرسي اهو اتفضل. قلنا اداه البين تول بنرسم بيها ازاي؟ ادي الاداه اهيت، تكه على تكه، قد نقطه وامشي قد نقطه كمان، نقطه نقطه، يبدا يرسم لك الايه؟ الشكل بتاعك. اخر نقطه انت او اول نقطه انت بدات منها اما تقف عليها اديكي دايره صغيره جنبها، معناها انك هتقفلي هنا، يبقى ده الشكل اتقفل، ممكن تلونيه بعد كده. خلاص ديليت الشكل ده انا مش عاوزه يعني. امسك الاداه تاني. قلنا النقاط اللي فاتت دي كانت نقاط حاده شارب، لكن في نقاط كيرفد فيها انحناء منحنى. ازاي؟ قلنا النقطه المنحنيه ديت بتك عليها تكه تكه واسحب، ما سيبش الماوس، احدد اتجاه الكيرف هيكون ازاي. كده مثلا اتك نقطه على نفس المستوى كده. ده بيعمل ايه؟ ده زي ما كنا انا مديكي حبل، خلاص انا ماسك حبل اهو وماسك حبل اهو وماسكه لك كده من فوق، بقول لك اسحبي الحبل ده لفوق فبينزل كده او كده. خلاص هو ده الكيرف. فده اللي بنتحكم فيه بقى من الحته ديت. يبقى الحته ديت ناس جت جديده ولا ايه؟ ناس تمشي بتاع. يبقى دي اللي بنتحكم. اقفل الباب افضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العطله دي بقى معلش. ماشي. طيب اخر نقطه احنا كنا راسمينها ايه؟ تكنا تكه بس مش كيرد. فتخيلوا بقى ايه نتيجه ان انا اتكه كمان واحده كده. شايفين النقطه هنا عامله ازاي؟ طلع حاده. طيب تعالوا نكنسل الكلام ده ونرسم من تاني، وتبقى تكه تكه واسحب عشان احدد الكيرف عاوز يروح فين. كل ما اسحب لفوق كده يا جماعه خلاص. ولو رسمت النقطه على نفس المستوى، وبصوا لو لاحظتوا ان هنا دي النص بينهم طبعا. خلاص يبقى المسافه بين دي ودي كده. تعالوا نشوف نتيجه حاجه زي كده. خلاص رسم لك ايه؟ القبه طالعه شويه. يبقى كل ما دي هتعلى كل ما ايه؟ الكيرف يزيد. خلاص. طيب انا عاوز دلوقتي اغير في النقطه دي. الكيرف طلع عالي قوي او قليل عما انا كنت عاوز. التكه ايه؟ التكه كنترول. الكنترول بصي هتديكي تحكم في النقطه بعد ما رسمتيها. يبقى انا لو جبت كده يبقى هيطلع بشكل بيضاوي تماما، لكن لو جبتها كده، لو جبتها كده يبقى النقطة ديت بتتحكم في مين؟ في الكيرف بتاعنا هيكون شكله عامل ازاي. طب لو جبتها لتحت كده، طب لو كانت على نفس الخط، يبقى هي زي ما قلت لكم زي ما نكون حبل وبنشده، واخدين بالنا كده. بس طبعا هي مش لازقه فيه بالظبط، يعني بتبقى ايه يعني من بعيد بتاثر فيه بس على بعد. طيب يبقى دي النقطه الثانيه. طيب تعالوا نرسم نقطه كمان، بس مش هرسم مش هتكه بس، ده هتكه واسحب. اديكي كمان كيرف اهو. طيب التكه كمان واسحب على حسب بقى ما التكه كده. طبعا كده في كيرفين وحبلين يعتبروا دخلوا في بعض، فالكيرف هيبدا يحصل فيه ايه؟ يعني المفروض النقطه دي كانت تبقى كده عشان اجيب الكيرف. يعني شايفين الكيرف اللي بيتحرك ده اللي انا اقصده. طب تعالوا كده لو جينا هنا كده نرجع بصوا الكيرف عامل ازاي. هنرسم كتير 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 ولحد ما نوصل ونفهم الاداه دي بتعمل ايه بالظبط. تعالوا تاني. هتكه تكه عاديه خلاص، واسحب هنا كده مثلا. خلاص الخط ده شوفوا اتمد قد ايه. يبقى لو تكيت هنا ايه اللي هيحصل؟ حد يرسم لي على الشاشه كده بايده الكيرف اللي هيطلع يبقى عامل ازاي؟ هل هيطلع مستقيم كده الخط ده يجي كده، ولا هيجي كده، ولا هيجي كده كده؟ يبقى دي اكنها شدته كده من بعد شويه. طيب اهو بصوا خلاص. طيب قلنا الكنترول بتعمل ايه؟ بتغير في الكيرفات بعد ما ايه ما اترسمت.
وكمان بتغير في مكان النقطة نفسها بعد ما اترسمت. يعني النقطة دي أنا عاوز أوديها في أي حتة، تخيل دي نقطة أنا عديتها خلاص، وأغير الإيه الكيرف اليمين أو الشمال. طبعا الاثنين بيتأثروا ببعض، واخدين بالنا؟ لو عملت حتى كده بصوا ده جاي كده فسحب الخط معاك، لكن لو كان جاي لفوق كده يسحبه معاه لفوق. تخيل دي قلنا ديت لكنها نقطة بتسحب ده من بعيد تجذبه ليها، واخدين بالنا؟ طيب الأداة لسه معايا اهي. طب تعالوا لو رسمت كده وبسحب، شايفين انا بعمل ايه؟ ديك منها نقطة ما اتكتش وسحبت، دي كانت نقطة حد على فكرة، ما اتكتش وسحبت، كانت نقطة عادية خلاص. فلذلك الحد اللي طلع منها ما كانش كيرف، لكن دي نقطة مايلة، فلذلك لما هاجي ارسم نقطة ثانيه تلاقي بص الخط اللي خرج منها عامل ازاي؟ ما خرجش حد زي دي. تمام، يبقى النقطة اللي مسحوبة بينتج عنها خط يمين وشمال، الخط ده بيعمل كيرف يمين وشمال الايه؟ الرسمة بتاعتنا. طيب تعالوا نقفل كده، تعالوا نتعلم بقى الأداة ديت أكتر في الرسم. تعالوا ناخد حاجة فعلا ونبدأ نرسم. واحد جايب لك لوجو كده على كارت قديم، والله الكارت ده كان بتاعنا وعاوزين نصممه من جديد لحسن ما عندناش السورس بتاعه. خلاص طبعا بتروح سحب سكان وتبدأ تدخل الكارت وتبدأ تشتغل عليه. اوبن كنترول او ونقول له من وورك، من فوتوشوب كورس، من سامبلز، من تعالوا نرسم بودي ده او بودي سميته اي حاجه، قول له اوبن. ركزوا معايا، نرسمه ازاي؟ تعالوا اولا نرسم الشكل العام اللي هو الراس. خلاص تعالوا ناخد النقطه ديت، الاداه ديت، التكه هنا تكه ماشي، والتكه اقف بمشي على الخط بتاعهم تكه تكه. لو تكه عاديه وسبت هتديك خط مستقيم زي ده، لكن التكه واسحب بحيث تطلع لي الخطين اللي بيعملوا الايه؟ الكيرف. واخدين بالنا من اللي بيحصل؟ طيب كده قريبه ماشي حلوه يعني. طيب ده كده ماشي ماشي، هيديني الكيرف عامل ازاي؟ طب تعالى كده ونسحب. اسحب عشان يديني الايه؟ الكيرف. النقطه دي جت بره شويه، بتك على الكنترول واحركها من مكانها واديها في المكان الصح. طب هو دلوقتي غطى على الشكل وممكن ما اشوفش انا برسم ايه. اعمل ايه؟ اقلل الاوباسيتي بتاعت الايه؟ بتاعت اللير ده. طب اقللها ازاي دلوقتي؟ ما لو تكيت بره هقفل الاداه. اتك على الاوباسيتي، انت عاوز قيمتها بكام؟ 20% مثلا، يبقى التكه من الكيبورد 20، التكه 40 50 90 100، خلاص يبقى 20 مثلا 40. خلاص يبقى انا كده برسم وانا ايه؟ وانا شايف انا بعمل ايه. طيب نيجي هنا كده ونرسم كيرف كمان. خلاص وهنا كده كيرف كمان تكه، واسحب لحد ما اوصل للكيرف بتاعي فين. خلاص مثلا ده جاي كده ونسيت خلاص، اتك على الكنترول واحرك الهاندلز بتاعتي بحيث اوصل. امسك النقطه الاخيره ديت. طب النقطه ديت تعالوا نمسك. ايه ده انا كده قفلت، انا كده الشكل بتاعي باظ، هبدا ارسمه من جديد؟ لا. تعالوا بقى نشوف الادوات المساعده اللي تحت الاداه ديت. هيقول لك ايه؟ فري فورم دي سيبك منها دلوقتي. حاجه اسمها اد انكر بوينت يعني تضيف نقطه. في حاجه اسمها ديليت انكر بوينت يعني احذف نقطه. في حاجه اسمها كونفيرت بوينت، ودي بتعمل ايه؟ بتحول النقطه اللي مش حاده، اللي مش كيرفت لكيرفت، وتتحكم في الكيرفات. ازاي؟ تعالوا تك كده عليها ونقف على الاداه دي كده ونسحب على النقطه دي بالظبط كده واسحب. بص عملت لي كيرف جديد ازاي؟ خلاص يبقى انا احدده كده، والكيرف ده ارجعه تاني كده، وده كده، لان في اتنين بقى دلوقتي بيتحكموا في واحد كده وواحد كده، فمقصرين على بعض. بص ده بيعمل ازاي؟ الاتنين مقصرين على بعض، فلما يكون عندي اتنين هاندلز كده اخلي بالي كويس. المهم على فرض ان احنا رسمنا حاجه زي كده، تعالوا نرسم الشكل بتاع الايرز. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. اقعد.
تعالوا نخفي اللاير ده ونبدأ نرسم العين. تكة كده، رايت كليك بين تول، خلاص. التكة هنا كده نقطة وهنا نقطة، واسحب كده تكة نقطة واسحب بقى عشان اديني نقطة ايه فيها كيرف. والتكة هنا انا بسحب ليه؟ عشان ده كده هينتج عنه ان انا التكة هنا دلوقتي كيرف كده كده. لا ده دي عاوزة تدريب كبير جدا جدا، تدريب تفضل تضرب عليها وترسمي بيها لحد ما توصلي بالظبط. انا بديك رولز قواعد وانت تطبقيها في انك ايدك بقى تبدا تاخد عليها وترسم، خلاص. وتاخدي حاجات زي كده تبداي ترسميها. طيب تعالوا بقى نرسم الحاجب. التكه كده، بس خلي بالكم الحاجب يعني الحته دي مش خط مستقيم بالظبط، صح؟ فيها كيرف بسيط كده، كنترول زائد عشان اكبر واشوف انا هرسمها ازاي. شفتوا بقى فايده الكنترول زائد وفايده ان انا امسك المسطره واتحرك جوه الرسمه. هاجي هنا ها، خلاص. طب العين دي عشان ما حدش يتفهم. طيب الحته الكيرف دي اعملها ازاي؟ التكه نقطه والتكه كيرف كده، اديت كيرف وهنا نقطه عاديه عشان مش عاوز كيرف فوق، وهنا كيرف وهنا نقطه عاديه، وده كده كيرف ونقطه عاديه وكيرف. انا ليه اخترت مواضع النقط بالظبط؟ لان متدرب عليها. لكن انت تجربي تحطيها هنا، لا ده بوظت لي، محتاج انا اعمل نقطه زياده، لا المفروض اشيل نقطه، خلاص. طيب تعالوا هنا كده كده، دي سهله خالص اهي. النقطه ديت بصوا بقى الحركه الجديده دي. طبعا كنا ممكن نعمل ايه كده نقطه وتدي كيرف، صح؟ واجي هنا نقطه عاديه لان دي مش كيرف، ودي كذلك اديها كيرف كده، تكه كنترول عشان اجيبها سكيل شويه واقفل كده، صح؟ دي طريقه. لا انا هشيل ده كده، دي النقطه العاديه ودي نقطه عاديه، ما تديش نقطه في النص. التكه هنا واسحب، سوري هنيجي ورا بعض. كنترول ناقص عشان نصغر شويه، المسطره عشان الاداه تفضل معانا. كنترول الت زد يرجع، التكه واسحب، اسحب لحد ما يديني الكيرف اللي انا ايه، الكيرف بيتبني قدامي اهو. الله يخرب بيك كده، جاب الكيرف اللي انا عاوزه. بص كده. طيب لو انا جيت ارسم هنا كده، بص النقطه عامله ازاي، شايفين عامله ازاي؟ طب اعمل ايه؟ كنترول الت زد. النقطه ديت الكيرف مش فاكرين ده قلنا بيعمل ايه اساسا؟ بياخد نقطه والنقطه يوصل بينهم، وده بيشد الكيرف بتاعها، خلاص. طيب ده شدد كده، يعني تخيلي انا جايب لك حبل هنا وحبل هنا وده شدد من هنا، فعمال بيشد كده، لكن ده انا عاوزه اساسا الناحيه الثانيه خالص. فاعمل ايه؟ اخد ده اوديه الناحيه الثانيه، اخده بايه؟ بالكنترول. قلنا الكنترول هي بتتحكم في النقط، تاخدها بتحركها من مكانها، او في الهاندلز اللي بتتحرك لي الكيرف. ابص لو من غير طبعا ما التكه هيروح واخد نقطه جديده لو من غير الكنترول، لكن انا التكه كنترول بيظهر لك سهم ابيض كده، خدي اسحبي بقى كده. هنجري ورا بعض بقى الصبح النهارده. بس شفتوا ايه اللي حصل؟ النقطتين دول مرتبطين ببعض. طب اعمل ايه عشان افصل ان ديت تتحكم في ده تتحكم في ده، وديت تتحكم في كيرف تاني خالص في اللاين التاني؟ لان دي زي ما قلت لك دلوقتي اهو، سوري، دي قلنا هتحرك الاثنين مع بعض. اعمل ايه؟ اتك الت واتك عليها. بص بعد الكنترول بتخليه سهم ابيض، الالت بيديكي شكل الاداه بتاعت الكونفيرت ديت. فاتك الت، بصي هي بتتحرك لوحدها. طيب انت عاوز الكيرف يبقى فين؟ والله مايل لفوق كده.
طب لو كنت عاوزه على خط مستقيم مثلا من هنا لهنا يبقى تمشيه، يعني تخيل انا لو كنت قفلت كده، لا ده هاتوا كيرف كده شويه ودي نقطه هنا عاديه فيديك الايه، مش طبعا كنت مزود قوي فكانت المفروض اقلل في الكيرفتشر شويه. خلاص طيب اعمل ايه دلوقتي؟ انت دلوقتي اديت نقطه عاوز تعدل فيها. اما كنت بتحكم في الكيرف كنت بختار بيظهر لي سهم ابيض كده شويه صح؟ السهم الابيض ده هنا كده تحت السهم الاسود، والسهم الابيض ينفع في اللون الاسود. السهم ده كده دايركت سيلكشن تول، دايركت سيلكشن تول بيتحكم في الاتجاهات ونقط. يبقى ده بيعمل شغلانه الكنترول بعد ما قفلت الرسم، لان البين تول دلوقتي خلاص بقت ترسم من جديد، مش هتعدلك في كيرف موجود خلاص. فديت بتعمل نفس عمل الكنترول وقت ما كنت مختار البين تول. فاهمين يا جماعه؟ في تواصل بتتقال، في مشاكل، مفهوم؟ لا ده صعب شويه. طب بعدين تفكير ليه؟ بس فاهمين يعني. فاهمين بس يعني تمرين. طب بالظبط. طيب المهم اقف على النقطه دي، ممكن امسكها احركها، مش دي اللي كانت الكنترول بتعمله؟ ان بتمسك لي نقطه تحركها من مكانها فعلا اهو. وكانت بتعمل ايه كمان؟ كان لو في كيرف بتتحكم فيه يبقى ده الكيرف ده بتاع مظبوط. طب امسك هنا كده تاني تك عملت الكيرف ده بقى اللي كان عاوز تظبيط، ها وديه في الحته اللي انت عاوزها، ظبطت. يبقى انا نفسي ما كنتش عارف اتخيل يعني كم الكيرف ده كان يبقى عامل ازاي بالظبط. واخدين بالنا؟ فبعد ما بخلص ببدا اظبط من خلال الاداه بتاعت اسمها ايه؟ دايركت سيلكشن تول تحت السودا. السودا دي بتعمل ايه؟ ده بتمسك المسار كله تحركه من مكانه كله خلاص. لكن انا دلوقتي محتاج مين بس؟ اللي تحتها اللي هي الدايركت سيلكشن تول، تختار بيها الاداه، تمسكي نقطه او الكيرفات بتاعتها وتحركيها لحد ما تديك الكيرفتشر اللي انت عاوزاه. طيب تعالوا نرسم ودانا نمسك البين تول. تعالي نبدا من هنا واطلع دي حته عامله كيرف كده، يبقى اروح ساحب كده. جابت طيب دي هترسم لي. بلاحظ ان الفرق المسافه بين النقطتين تكون دي بينهم في النص، يعني من هنا لهنا يبقى دي فعلا الحته الكيرف دي. يبقى كده بتكه تكه بسيطه الاول، لقيتها محتاجه كيرف ماشي بروح مزود اسحب بقى خلاص كده. طب تمام، بعدين كده، بعدين كده. طب النقطه دي فيها مشاكل، اكبر كنترول زائد كده وامسك مين؟ الكنترول. دي اجيبها كده شويه ودي اجيبها كده شويه ده كده شويه. خلاص لحد ما نظبط بالظبط. تمام، نكمل الاداه اهي معانا هنا. قلت الهاند بتقفل لك الاداه مؤقتا لحد ما تروحي المكان اللي انت عاوزاه. كنترول ناقص نصغر شويه، بعدين نيجي هنا مثلا، وبعدين كده، وبعدين نقفل كده. طبعا بترتيب اليارات بعد كده هبقى اخلي الوش قدامهم، يعني الوش اهو دلوقتي ممكن اخليه 100%، ولو طلع فوق الودن دلوقتي خلاص الودن 100% يبقى مفيش مشاكل صح. كنترول الت زد ارجع الكلام ده. طيب نرسم الودن الثانيه؟ لا، تعال ناخد حاجه بقى صعبه شويه، الشعرتين دول. ناخد البين تول، نمسك الشعرايه اللي في النص، تك تك واسحب والتك واسحب. هنا دي هتديني كيرف كده بين دي ودي. دي نقطه قافله ما فيهاش كيرفيتشر، يعني النقطه مش عامله كده، عامله كده حد، فهنا دي هتبقى مفترق طرق. وعامل كده وساحب تاني. من التدريب الكتير انا عارف انا بحط النقط بتاعتي فين. خلاص كده. طيب اقفل دي مع دي ازاي؟ لو جيت قفلت هنا دلوقتي
يعني تخيل انا هقفل هنا ده، بص النقطه بقت عامله ازاي. طب انا عاوز اقفل قفله عامله كده، اعمل ايه؟ ها؟ لا الشيفت برضه عامل كده. الت كانت قلنا بتحكم في الكيرف ده على حده، ما تاثرش على الاثنين مع بعض زي الكنترول. يبقى انا الكيرف ده عاوز يكون فين؟ ده انا مش عاوز كيرف اصلا، فانا اروح مقرب قرب قرب لحد ما اجيبه كده على نفس المستوى بالظبط. يبقى كده مش هيكون لي اي نوع من الكيرفات. لو كده هيبقى فيها كيرف شويه، لو كده هيبقى فيها كيرف لفوق، لكن على نفس الخط يبقى مش هيبقى فيها كيرف. واروح تكه خلاص. طيب في اسهل من كده؟ دي كانت هنا كده خلاص، بدل بقى ما اروح بقى وافضل اجيبها يمين ولا شمال، اروح متك الت واتك على النقطه. عمل ايه؟ شلك اساسا الهاندل اللي كان تحت ده، بتقول لي انا مش محتاجاه خلاص. يبقى الالت لغيت لك الايه؟ الهاندل اللي كان تحت. لو تكيت الت وسحبت يبقى انت بتختاري هاندل جديد بدل اللي كان موجود. لكن الت وتكه يبقى بلغي الهاندل اساسا، بقت نقطه عاديه خالص، رجع زي ما كان. يبقى انا دلوقتي لو قفلت كده هيقفل قفله مستقيمه تماما. مفهوم يا جماعه؟ مفهوم. تعالوا نرسم ايه؟ بقه. اروح متكي تاب بقى، نلغي بقى الشريط بقى، احنا كبرنا على الكلام ده، واف كمان كده وكنترول زائد ومسطره وهنظبط نفسنا. تعالوا بقى نمسكها واحده واحده. تكه هنا عاديه لان مفيش كيرف، وتكه كمان لان برضه مفيش كيرف. تعالوا نيجي هنا. انا بعمل ايه؟ كنترول زائد كنترول كنت زيرو. انا بختار ايه؟ بين تول. معلش اخترت اداه ثانيه اساسا. اسحب بحيث يديني الكيرف البسيط ده. كنترول عشان اجيبها كده شويه. تكه واسحب، والتكه واسحب. تكه دي واخده كيرف لحد هنا كده، يبقى المسافه اللي بينهم هينتج عنها كيرف عامل كده، يبقى ما تكاش واسحب، تكه بس. طيب في مشكله شويه، يبقى كنترول واظبط عمليه. دي كانت نقطه عاديه مش نقطه فيها كيرفات. ليه؟ لان ما فيش ولا طالع منها ولا يمين ولا شمال، يعني مش طالع منها حاجات زي دي، يبقى نقطه عاديه. يبقى كده يعني كده اسحب دراج. لا النقطه دي غلط بقى، فالمفروض اجيب كده وبعدين كده كده مثلا. خلاص. التدريب التدريب التدريب. اخر حاجه هنعملها اللي هي الحته اللي تحت دي كده. اروح مختار البين تول. التيب طبعا قلنا بتخفي مين؟ التولز بتاعتي. تك هنا كده واسحب بحيث يديني كيرف زي الهلال كده، واطلع هنا نقطه عاديه لانها مش نازله بكيرف، نازله مستقيم، نقطه حاده. خلاص. بعد كده كمان نقطه زيها هنا كده. خلاص. ونقطه هنا عاديه. قفلت. عملتها. قلنا بعد كده اي مشاكل اروح ماسك الدايركت سيلكت تول وامسك واغير الكيرفات بتاعتي. خلاص تمام. نوقف الجزء ده.